أتلتيك بلباو. أتلتيك بلباو يتلقى محاولة والمدافع الحاضر يمكن جول. بلنتي مع الدقيقة الثالثة كل شيء يصير. الإثارة كل الإثارة تحدث عند الدقيقة الثالثة. الفريق الباسكي أضاع فرصة. الآن ضربة جزاء وحالة طرد على غوركا إيرايزوس حارس مرمى فريق أتلتيك. شوف ولاحظ يتقدم لويس سواريز ومباشرة من المدافع اللي ما جد التغطية الحقيقة. ايجيتا اللاعب والمدافع الدولي الأسباني ما جد التغطية، لذلك لاحظ تقدم لويس سواريز. سقط ايجيتا وخرج غوركا إيرايزوس ويرتكب الخطأ، وبالتالي إلى ضربة جزاء. مباراة مولعة ما بين إقليم الباس وإقليم كاتالونيا. حالة طرد على حارس المرمى غوركا إيرايزوس، وبالتالي يغادر الآن. الأمور راح تعقد أكثر على المدرب فالفيردي وعلى أتلتيك بلباو مع بداية المباراة والحارس الأول يطرد، وأنت تواجه الثلاثي المرعب الخطير ميسي ولويس سواريز ونيمار، وراح تلعب المباراة من الدقيقة الثالثة وفريقك ناقص وفي الكامبانو. لاحظ مرة أخرى، أعتقد نقطة تحول في المباراة، والآن الباسكيين يخافون من نتيجة ثقيلة لأن حالة الطرد تو الناس عند الدقيقة الثالثة فقط أتت حالة الطرد، وبالتالي خروج غوركا إيرايزوس، وأكيد راح يكون في تبديل اضطراري. يعني شوف فالفيردي مثل هذه الأمور تحدث الشوط الثاني، الدقائق الأخيرة للشوط الثاني يمكن التعامل معها، ولكن ان تحدث عند الدقيقة الثالثة أعتقد الوضع راح يكون في غاية الصعوبة تبديل. إذا أكيد أن فالفيردي راح يسحب لاعب على اساس انه ياتي بحارس المرمى اللي هو ياغو هيرارين. اذا الحارس الثاني في اتلتيك بلباو، ويغادر بالتالي غوركا إيرايزوس، وحالة الطرد تحدث امامك الان عند الدقيقة الثالثة فقط، وبالتالي فرصة البرشا الان لزيارة مرمى اتلتيك بلباو وتسجيل الهدف الاول. واعتقد ان تسجيل الهدف الاول عملية وقت ليس اكثر من ذلك. شوف 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 ولاحظ معي، لاحظ القوة الجسمانية اللي يتمتع فيها لويس سواريز وسوء التغطية من ايجيتا المدافع، وبالتالي الان خروج اكيد لاعب اللي هو منى ياين اللاعب الذي يلعب في خط الهجوم، خروجه. وامامك الان ميسي ورحلة البحث عن الهدف رقم 296 في الليغا، وميسي قادر على التسجيل. ياغو هيرارين اللاعب الحارس البديل، وميسي على تنفيذ ضربة الجزاء. ميسي قادر على التسجيل، انا اعتقد انه بيسجل. ميسي وضربة الجزاء وحارس المرمى البديل، سجل ميسي. جول للبرشا مع بداية المباراة. برشلونة يسجل اذا الهدف الاول بواسطة ميسي. لويس سواريز تقدم وحصل على ضربة جزاء، ووصلت ضربة الجزاء بهذا الشكل. يصل الكرة، يعني احتفلوا فيه قبل قليل، ارفعوا له صورة كبيرة جدا في مدرجات الكامبانو، وبالتالي هو الآن ينشر الفرح في مدرجات الكامبانو، وهنا يسجل الهدف الأول لمصلحة برشلونة. شوف يعني 3 دقائق حدث فيها يعني ما حدث، ضاعت فرصة حقيقية للتسجيل. إيرازو أضاع فرصة منهم يقوم بزيارة الكامبانو حتى يعني اللي مجرد المشاهدة واللي مجرد التقاط الصور التذكارية، لكن البعض ينظم سفرته على أساس أنه هو يحضر مباراة من المباريات. وصلت الكرة للويس سواريز، صارت خطيرة. الثاني لبرشلونة.
أتى الرد من نيمار. لويس سواريز تسبب في ضربة الجزاء وسجل ميسي الجول الأول. لويس سواريز الآن يتقدم ويصنع الهدف الثاني. ما كان أناني، هو حاول شوف هني اتخذ القرار، خلاص ما كان أناني، عند الفكرة أنه هو يتقدم، لكن يوم ما شاهد أن أكثر من مدافع أمامه فضل أنه هو يلعب الكرة برافو بدون أنانية، بلا أنانية على الإطلاق. يتقدم لويس سواريز ويهيئ الكرة إلى نيمار، ونيمار يسجل الهدف الثاني أخيرا. وأقول أخيرا لأن هذا الهدف تأخر كثيرا. والآن البرشا والهدف الثاني، الهدف رقم 41 للثلاثي الكبير في برشلونة. والهدف ينتظر مشاهدة أهداف أكثر، يشوف الجول الثالث، يشوف الجول الرابع. وقد شاهد الريال وهو يضرب سبورتنج خيخون بخماسية جماهير الكامبانو عشاق البرشا التي تسهر الآن لمشاهدة الأهداف. هذا هو الثالث للويس سواريز. كل شيء يصير في هذه المباراة في وقت مبكر من الشوط الأول. حدثت أحداث كثيرة اليوم والآن. مع بداية الشوط الثاني لويس سواريز يسجل الهدف الثالث لمصلحة برشلونة، وبالتالي يأتي الآن لويس سواريز ويرفع رصيده الشخصي إلى 16 هدف. هل كانت إلى حالة تسلل؟ هذا هو السؤال المطروح. لاحظ نيمار، لاحظ ما فيه تسلل، ما فيه تسلل على الإطلاق من نيمار إلى سواريز، وسواريز هنا يسجل الهدف الثالث لمصلحة برشلونة. صارت 3-0 والحسابة بتحسب أمامك الأهداف الثلاثة. يبون جول واحد على ست الأمام، لكن المرور كان جيد. لعب الكرة بعد ذلك إلى خارج أرضيتهم. يا سلام يا سلام يا سلام، اللقطة السريعة والمرور السريع والسحب السريع. ونيمار يتقدم ويتخلص مرة أخرى نيمار. الله 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 يا نيمار. الرابع لبرشلونة. استطرب واستمتع بالأهداف واستمتع بالبرازيلي الرائع نيمار اللي مرور الكرام. الإشارة خضراء هني، الإشارة خضراء هني. يتقدم نيمار، يتلاعب نيمار في يعني منطقة ضيقة للغاية. يتقدم نيمار ينقلها إلى راكيتيتش. شوف السحب الأولى، هكذا يفعل الكبار، هكذا يفعل الكبار. يتقدم نيمار، شوف لاحظ معي أمام اثنين فكر وتقدم ومر في هذا المكان الضيق، بس الباص على طول سريع، لمسة ونظرة سريعة، وبالتالي يصنع الهدف الرابع. والهدف الرابع يأتي الآن من راكيتيتش هنا يسجل لبرشلونة. وأتلتيك بلباو من الحين يبي حكم المباراة يصفر. خلاص 4 خلاص، يعني ما تصير أكثر من ذلك، يعني 4 خلاص. يأتي الهدف الخامس، فريق قادر. شوف الخامس للويس سواريز. ايش معنى ريال مدريد 5؟ خلاص برشلونة 5، لكن هنا 5-0 والخامس أمامك الآن. يحرز لويس سواريز، وبالتالي التألق الأكبر والعرض، وبالذات في الشوط الثاني من المباراة يتألق. يعني يغيب ميسي يحضر سواريز، يغيب ميسي يحضر نيمار، يغيب نيمار يحضر سواريز، يغيب ميسي. الآن الشوط الثاني، شوف الاستلام والتقدم إلى الأمام، وبالتالي الهدف الخامس. صارت 5-0. يعني موسم 2000-2001 7-0. عاد الحين الله يستر. انت في بعض الاحيان المدرب المشجع الحين في اقليم كاتالونيا في مدينة بلباو، الله يستر علينا، لان في وقت، ترى في وقت، احنا نتكلم عن 21 دقيقة جاية. 2 الشوط الاول، لكن اصطدت فيها الحارس واصبحت الى ضربة ركنية. السحر من الكل ياتي من نيمار اولهم.
اولهم نيمار. هنا انيستا يرسلها الى الامام، والنقله اللي تاتي من سيرخيو بوسكيتس. 6 لويس سواريز يتقدم ويسجل هدف آخر لمصلحة برشلونة. صارت 6-0 وفالفيردي متوهق، وصارت الأهداف إلى 6 وقابلة للزيادة. تستمتع يعني الجماهير اللي تي في كل اسبوع. انت تتحدث عن شيء كبير.